بالنسبة ليا ماكلة أيام زمان تفكرني باللمة بالطفولة الجميلة وبالأيام الرائعة اللي فوتناهم. اليوم راح نشارك معكم هذه الأكلة اللي تذكرني بزاف ذكريات، والريحة تاعها ما شاء الله غير نشمها ندوخ معاها. راح نفوتوا في مكونات الوصفة، طريقة التحضير، تبعوا معايا الخطوات بالتفصيل. أول حاجة راح نجيب طنجرة ولا كوكوط كما راكم تشوفوا هنا. بالنسبة للوصفة هذه ما تندرش كامل باللحم. حطيت حبيبة تاع بصلة مع شوية تاع ثوم في شوية تاع زيت، خليتهم من بعد زدت لهم حبة طوماطي مسكرفجة وشوية تاع طماطم باط ولا طماطم كونسونطري، لي زيبيس، شويه تاع كمون، شويه فلفل كحل وشويه تاع كركم وراس الحانوت. ولحت كامل لي زيبيس بعد ما قليتهم، لحت هذوك لي زيبيس. وهنايا عند جبت الفرماس تاعي. الفرماس هو المشماش اليابس، للناس اللي ما يعرفوش يبسوا عند الشمس يديروا به بزاف الماكله. هنايا الرسمي تاع هذه الاكله هو الكابويا. راح نزيد شويه تاع بطاطا، شويه تاع فرماس اللي هضرت لكم عليه، الملح اكيد، ونمرق ونغلق الكوكوط تاعي نخلي كل شيء يطيب. هذه الاكله راهي ما تجيش باللحم، تجي كيما هكذا. راح نجيب هنايا الكسره. بالنسبه للكسره في الحقيقه ما يديرولهاش كامل السكر والخميره والزيت، مي انا يعني راح نخدمها بلا شوار. هي في الحقيقه تخدم بالمهراس. كي عاد ما عنديش المهراس نبالكم بلي لا شوار ماشي ما يهرسلكمش كما يحب الخاطر، الا بها سلا شويه تاع خميره وشويه تاع سكر وشويه تاع زيت هكذا باه تخفف لي ولا يعني ما تجينيش قاسها بزاف. راح نبدا نلم فيها. راح نديروا الخساس يعني نورمالمون بلا حتى مكون غير بالماء والملح. راح نبدا كما راكم تشوفوا نلم العجينه نتاعي، طموها مليح ونحيو لها كامل هذوك يعني التحرشيفات لازم تكون معجنه بيان. من جهه واحده اخرى الطاجين تاعي راهو يسخن، راح نحلوها على قوام يكون متوسط، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف، ولازم تمدوا لها تحميره مليحه باش كذا تجيكم من بعد المحكوكه تاعكم. الله الله. ما تنساوش جامو اشتراك في الصفحه، وما تنساوش ديروا لي كلمه طيبه في تعليق، وتشوفوا بقيه الوصفات التقليديه الجزائريه والعصريه. يعني ما شاء الله المحتوى له متنوع، فيه وصفات سهله، وصفات سريعه، وصفات تقليديه هكذا باه يعني نفكركم في ايام زمان. شوفوا هنا بعد ما درتها في الاشوار لازم تخلوها شويه حرشه هكذا باه تجيكم بنينه. المرقه تاعي راح تجي حامضه ما شاء الله، على بها نديروا الفرماس. بالنسبه للفرماس الدور تاعو كي دور الطوماطيش، يعني يجيب الماكله حامضه كما يحبوها ناس زمان هكذا. من بعد حطيت الكميه تاع الكابويا الله الله ومرقت لها. انا تقدروا ديروا لها شويه زيت زيتون ولا ديروا دهان. انا كان عندي شويه دهان تاع الماعز، درتها كما هكذا. واحد البنه وشحال نحكي لكم مره على مره هكذا نتلموا عليها، لانها ما شاء الله الاكل التقليدي يدير اللمه ولا يدير الجماعه والبنه تاعو تقتل. ما تنساوش تجربوا الوصفه، وشهيه طيبه للجميع. في امان الله.